وبعدين يا زازوبي؟ والله يا استاذ شارع، ما انا عارف اقول لك ايه. انا الاعلان ده مفروض عليا، انا رافضه شكلا وموضوعا، لكن اعمل ايه؟ حكم القوي. مراتي مصره ان هي اللي تعمل الاعلان. وريني صورتها كده اشوفها تنفع ولا ما تنفعش. اوريها لك قوي اهي. يا ساتر يا رب، دي تعمل اعلان؟ مع اعتذار يا زقزوق بيه، دي صعبه قوي. الجمهور ملوش ذنب. امال انا اعمل ايه اللي عايش معاها ليل نهار؟ بس دي لو عملت اعلان السمنه هتتضرب في السوق على طول. يا استاذ شاهر، انت سبق وقلت لي ان الاعلان ده فن، وانك ممكن تعمل فسيخ شربات. ايوه يا زقزوق بيه، بس الفسيخ ده ضارب خالص، ده مدوب، ده تاريخ صلاحيته انتهت. يا استاذ شغل دماغك، شغل الخدع بتاعتك، اعمل اي حاجه. عشان اصور المدام دي محتاج اعمل معجزه. سيبنا افكر شويه. هي حاجه من الاتنين، يا اما اصور الاعلان يا اما اعتذر الاخراج خالص. ايوه الحمد لله. مين؟ زيزو. ده يطلع مين ده ان شاء الله؟ لا يا سيدي مش عارفه صوتك. هتقول مين معايا ولا اقفل السكه في وشك واستريح؟ لا ما تقفليش، انا زقزوقي ماهي. ايوه زقزوقي. انا ما بنامش من ساعه ما سبت الشركه، ماليش نفس لاي حاجه، كرهت عيشتي، حتى السمنه ما عودش اقرب لها. انا عايز اتكلم معاك يا ماهي. وعايز ايه دلوقتي تاني؟ انا قلت لك على كل طلباتي. خلاص مش عاجبك اقفل، انا ما كلمتكش، انت اللي طالبني. انا طماعه. انا بأمن مستقبلي يا زقزوقي بيه. انا عايز اسالك سؤال، تقدر تقولي لما تسيبني مين راجل عادل في الدنيا دي كلها هيرضى يتجوزني؟ ما احنا هنفضل مع بعض على طول. بقول لك ايه يا ماهي، الكلام في التليفون ما ينفعش، نتقابل ونتكلم عشان خاطري. ها عايز تقول ايه؟ اديني سامعاك. شوف يا ماهي، انا لو كان عليا اكتب لك كل حاجه باسمي، بس انا مفيش حاجه باسمي، المصانع والشركه باسم مراتي. خلاص يبقى تسيبني في حالي. يا بنت الحلال والكاش ماله، ما تاخدي مبلغ مقفول ينفعك. وش معنى الكاش يعني اللي ما كتبتهوش باسم مراتك؟ انا ما كتبتش حاجه، ده ابوها اللي كاتب، بس انا مخنصر كام ارنب كده على جنب. كام ارنب؟ يعني كام مليون؟ وبتدفع فيا 200,000 جنيه بس، اخصى عليك يا زقزوقي. يا بنت الحلال، دول مش ارانب، لا دي ارانب صغيره لسه شمور بربيها. نهايته هتدفع في مهر كام يا زقزوقي؟ احنا كنا وصلنا 200,000، هشيل ب 210 وعليا بخساره والله. انت لسه بعيد قوي. قرب قوي. قرب مش بالكرسي يا عيني، قرب بفلوسك. طب نخليهم 225,000 ومفيش جنيه زياده. تاخدي 100 ساعه ما نكتب الورقه، والباقي نقسطه عشرات كل شهر. انت هتتجوزني بالتقسيط؟ ليه؟ بتشتري عربيه؟ انا اسفه يا زقزوقي، لما تجهز نفسك وتعرف قيمتي كويس قوي ابقى كلمني. ما عطلكش، باي باي. مالي اسمعي يا مالي. اللي ده تمام يا ريس. يا جماعه حد استعجل لي مدام نازلي، استعجلوها. يا استاذ، ايه الاخبار؟ ارجوك يا استاذ زازو من فضلك شوف لك كرسي استراحه عليه، انا اعصابي مش ناقصه. يا مدام نازلي هنصور اضاءه لمبات. يا رب لمبه تفرقع في وشها يا رب. هاي زقزوقي. اتفضلي. اكشن. انا بحب جوزي، وعشان بحب جوزي بطبخ له بسمنه قشطه، ورق العنب بسمنه قشطه، الرز المفلفل بسمنه قشطه، كل المحاشي بسمنه قشطه، وعشان انا بطبخ له بسمنه قشطه هو كمان بيحبني، كل ماذا بيحبني اكتر واكتر. دي كدابه،
ده كله مسلوق. ده انا مصاريني نشفت منها. استوب استوب، ايه يا زقزوقي؟ احنا بنهرب. الولايه دي بتكذب، دي عمرها ما حطت سمن في الاكل، الناس مش هتصدقك. وبعدين معاك يا زقزوقي، هتسكت ولا تمشي؟ لا انا ماشي ماشي قبل مرارتي ما تنفع. قلبك تحط سمنه في الاكل ايه؟ تاني يا مدام. ها يا زقزوقي، وبعدين؟ شو يا ماجد، انا هديكي 150,000 والباقي على دفعتين. انا شريك يا ماجد. شوف بقى، واضح انك بزنس مان شاطر قوي، ما بتزهقش. واللي انا عايزاك تعرفه ان انا كمان شاطره. فاهم كلامي؟ الراجل من دول يفضل يجري ورا الواحده ويغريها بهدايا ووعود، واول ما يوصل للي هو عاوزه يبقى المليم بيطلع من جيبه يصوت. صح؟ عشان كده انا عايزه فلوسي كاش، ما ينقصوش مليم. وبعدين انا عامله لك ديسكاونت خصم علشان خاطرك. هاخد $500,000 مقفولين على الترابيزه. ايوه يا ماجد، بس انا ما عنديش المبلغ ده كله على بعضه دلوقتي. هو انا مرضاش باقل من كده. خلاص، يبقى مفيش بقى غير ان احرق عربيات. تحرق عربيات، تحرق قطورات، انت حر. خلاص انا هتصرف. بجد يا زقزوقي؟ الو، ايوه يا دكتور عماد. المريض جالك؟ ده تالت مريض ابعتهولك الشهر ده، خلي بالك. بعد كده انا هاخد منك نسبه. انت بقى عمرك في حياتك ما بعتلي ولا زبون واحد امراض نفسيه. اعمل لك ايه يا دكتوره ميسه؟ اذا كان كل المرضى اللي بيجوني صحتهم النفسيه زي الفل، ما عندهمش يا ستي لا عقد ولا كلاكيع علشان تفكيها. ما تكلكعهم لي انت يا دكتور، بدل ما انا قاعده كده بنش. انت عارف انا حاسه كده ان انا عامله زي الاستاذه فاطمه. بقول لك ايه، هعدي عليك النهارده عشان خاطر تخلع لي الناب، اوكي؟ بس مش هدفع حاجه، ها؟ ولا عندك مانع؟ ده شرف لينا يا دكتوره. ها، تحبي تيجي امتى؟ خلاص، هعدي عليك النهارده بعد العياده. بقول لك ايه يا حوده، ابعت لي 10 عربيات من عندك. لازمني. لا هركبهم ايه؟ هركب 10 عربيات؟ هحرقهم في السوق. هاخد العربيه ب60,000 وابيعها ب50,000. يا حوده، لازمني مبلغ كبير قوي. عشان الموضوع اللي كلمتك عنه. البت يا مزاجي فيها قوي. لا مش بتقلب، انا صاحب مزاج، وانا مزاجي في البت دي. يا راجل انت، وانا اعيش 100 سنه ادلع نفسي بقى شويه. هو احنا في الجنة؟ بص الاعلان في التلفزيون ده، افتح التلفزيون. حطة يا بطة يا حطة جوه الأكلة سمنة قشطة، سمنة بتمري كل ما تسري سمنة قشطة، بطني تزقزق وتقول بعشق سمنة قشطة، قشطة يا قشطة. انا بحب جوزي، وعشان بحب جوزي بطبخ له بسمنة قشطة، ورق العنب بسمنة قشطة، الرز المفلفل يا سيدي مراتي كل ما حشي اصرت ان هي اللي تعمل اعلان. بطبخ له بسمنة قشطة. السمنه كده اتضربت في السوق يا حوده. كل ما إيه؟ بيحبني. الناس حابه كده؟ يبقى عشان كده انا جاني راجل مخرج عاوز يعمل لها اعلان، تعمل اعلان عن مبيد حشري. ما هو ده مقامها. لا مش هتعمل حاجه، هي هتطلع في الاعلان الحشرات هتموت لوحدها. يا ساتر يا رب، شغلتك دي يا اخي مرعبه قوي. وبعدين بقى دكتوره هتخافي؟ اخاف؟ ابدا، انا بس ميته في جلدي. ما تخافيش ولا هتحسي بحاجه. لا، الكلام اللي انت بتقوله للعيانين بتوعك ده ما ينفعش معايا. قولي الاول، المخدر اللي انت هتستعمله ده نوعه ايه؟ يا سلام، هي دي المشكله بقى لما الواحد بيشتغل مع حد ويبقى فاهم.
ممكن تسكتي كده وتبقي ريلاكس خالص؟ يعني انا مثلا لو جيت لك مش هقعد ساكت؟ بعد الشر عنك. وبعد الشر ليه؟ انا فعلا كنت محتاج اجيلك، اعصابي تعبانه قوي ومحتاج انك تكتبي لي على مهدد. ايه مالك؟ بتبصي لي كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ لا انت حضرتك بقى تقوم دلوقتي حالا وتتفضل تقعد مكاني عشان اكشف عليك. مش للدرجات دي. اسمع بس كلامي يا اخي عشان اطمن عليك وبالمره اطمن على نفسي. حسبي الحقنه. ها قول لي بقى يا دكتور عماد، مالك؟ شكلك كده مش مبسوط. الحقيقه دي قصه طويله جدا. ما دام كده يبقى ميعادك بكره معايا الساعه 9. اتفقنا؟ مساء الخير يا مدام ايناس. افندم، اي خدمه؟ ازيك يا مدام؟ عاوز ايه؟ ايه اللي جابك؟ انت مش سبت الشغل وجريت وراه؟ جيت ليه بقى؟ انا مش جاي عشان اشتغل يا مدام، انا عابر سبيل فاعل خير. وانت بقى ايش حشرك؟ تكونش فاكر نفسك من بقيه عيلتنا؟ لا سمح الله، انا مش من بيت عيلتكم، بس انا مجرد انسان فنان حساس وذواق، ودقت معاكم عيش وملح، وما يصحش ابقى ابن حرام وما اعملش بالعيش والملح واسيب البيت يتخرب، وسعاده البيت دكتور ده راجل طيب وما فيش زيه. يا سلام، دلوقتي بقى قلبك عليه وبتحبه؟ بحبه. فيها حاجه دي؟ استاذ فرغلي، ممكن تستناني تحت في العربيه؟ عايزه اكلم مدام ايناس كلمتين لوحدينا. اديني المفاتيح. افندم، وتطلعي مين بقى حضرتك ان شاء الله؟ وانتي ايش حشرك وبتتكلمي على اي اساس؟ انا نيفين، تلميذ الدكتور فخري. عارفاكي كويس، شفتك معاه قبل كده، عن اذنك. طب اديني فرصه اتكلم معاكي. افندم. دكتور فخري نوع خاص من الرجاله ومحتاج طريقه معينه في التعامل، وصدمته فيكي اكبر دليل على انه بيحبك. مين بقى يا حبيبتي اللي قالك ان الدكتور فخري نوع خاص من الرجاله؟ لا يا حبيبتي، دكتور فخري زيه وزي اي راجل، وبالعكس بقى يمكن اقل من اي راجل، ويا حرام طلع مراهق، اصله بيلعب بديله من ورايا. مين قال الكلام الفارغ ده؟ اكيد في حد بيوقع بينك وبينه. يا حبيبتي محدش قال لي حاجه، انا شفت بنفسي ومعايا مستندات والدليل كمان. معقوله يا مدام ايناس هتضحي بالسنين الحلوه من عمركم دي علشان وشايه؟ بصراحه بقى انا ما شفتش يوم عيد مع فخري علشان ابكي عليه، وانا انبسطت جدا لما انفصلنا عن بعض. عن اذنك. للدرجه دي؟ يو، واكتر من كده بكتير يا حبيبتي. هو احنا هنفضل نضحك على بعض لحد امتى؟ يمكن دكتور فخري يكون راجل كويس قوي بس مع واحده غيري، يكون كويس مع واحده زيك مثلا، وانا ست واثقه جدا من نفسها، وممكن ابقى كويسه جدا بس مع واحد غير فخري. ولو انت بقى عايزه تساعديني وتساعدي دكتور فخري، يا ريت تقولي له بقى يسرع شويه في اجراءات الطلاق عشان انا اشوف حياتي. على اذنك بقى. ما كنتش متصوره يا مدام انك بايعه للدرجات دي. طب انا عايزه اعرف حاجه، هو انت قلبك عليه كده ليه؟ استاذي. والله؟ ويا ترى استاذك فين دلوقتي؟ تلاقيه قاعد عند واحده من اللي هو ماشي معاهم. لا يا مدام، انا ما اسمحلكيش. دكتور فخري فوق مستوى الشبهات. دكتور فخري قاعد معزز مكرم عندنا في البيت. عندكم في البيت؟ طب اشربيه بقى يا ماما. كنت فاكره اني هقدر احنن قلبها، اقدر اوفق بينهم تاني، لكن للاسف يا فرغلي مدام ايناس شالت قلبها وحطت مكانه حجر. يا ساتر يا رب، يا ساتر على الستات. الستات دي قلبها بيحجر ليه؟ انا مش فاهم. اول ما يتمكنوا من الراجل يفتروا عليه ويدمروه. اخ من الستات وعمايلهم السودا. اخس على كل الستات. احترم نفسك يا فرغلي، انت ناسي انك بتتكلم مع واحده ست؟ هو انت ست يا ست نيفين؟ انت اتجننت؟ امال انا ايه؟ قصدي يعني انت ست مش زي الستات الزفتات اللي انا بقول عليهم. انت ست عاقله ومتعلمه وكريمه لحد ما تتجوزي. والله اعلم بقى بعد ما تتجوزي هتبقى زيهم ولا. خلاص يا فرغلي. تعرف يا فرغلي؟ نعم.
اكبر عيب في اي ست في الدنيا ايه هو؟ طبعا امها، عشان ست زيها. يا فرغلي انا ما اقصدش امها، انا اقصد العيب اللي فيها هي شخصيا. اللي هي فيها يعني يبقى حاجه زي في اسنانها مثلا معوجه، عينيها ما اعرفش. قولي لي انت رسيني. طيب الغباء، الست لما بتبقى غبيه بيبقى النقاش معاها غير مجدي. صح، غبيه. انت كانك بتتكلمي على الوليه اللي انا متجوزها، كانك قعدت معاها وهضماها وفاهماها. بقول لك ايه يا فرغلي؟ ايوه. مفيش داعي نجيب سيره للدكتور فخري ان احنا رحنا لمدام ايناس. انت عارف انه بيمر الايام دي باهم مرحله علميه في حياته، ومفيش داعي نشوش عليه تفكيره. على رايك، ما هو مشوش من الاول. قصدي والله انا من اول ما عرفته وهو مشوش. سلام عليك انت يا ست، يا سلام، ست عاقله وكريمه ومتعلمه. اخ لو ليكي اخت كنت عملت ايه؟ كان هيحصل لها الشرف واتقدم واتجوزها. ومين قالك انها كانت هترضى تتجوزك؟ ما انا مش قصدي كده، انا قصدي يعني لو ليكي اخت غلبانه كده وجهله نعم، من الفرع الكحيان بتاع العيله. بلاش خلاص يا استاذ، العين ما تعلاش عن حاجه. اتفضلي اتفضلي. سلاحف ايه اللي بتربيها ده يا راجل؟ معقوله كل اللي بتصرفوا عليها ده كل ده عبث وهراء؟ وانت مضايق نفسك ليه؟ انت مالك؟ مزاجي بتفائل بيها طول ما هم ماشيين في البيت حواليا كده، طول ما انا مبسوط والخير نازل يرف عليا. دخلنا بقى في تخلف العالم الثالث والاعتقاد بالخرافات. ازاي سلحفاء ماشيه في البيت تجيب الخير؟ ازاي راجل مخرف زي ده يخلف عالمه نجيبه زي نيفين؟ مش قادر افهم. طب ما سعادتك مضيع عمرك كله في الحشرات، مش تخلف ده؟ لا، عندك. اسحب الكلمه دي ارجوك، اسحبها. اوعى تنطق الكلمه دي قدام نيفين. الحشرات يا استاذ كون بحاله، بس بصوره مصغره، ولو حضرتك بصيت من خلال الميكروسكوب هتلاقي العجائب كلها. يا سلام. انا عايز اسالك سؤال. انا لاحظت انك بتكلم السلاحف وبتنادي عليها وبتقيم معاها حوار. ايوه صح. هل تعتقد يا سيدي انه النمل يتكلم اثناء عمله؟ طبعا. سعادتك بقالك ساعة عمال تحكي لي في محاضرة عن النمل بيخزن اكل وبيشيله للشتاء، بيعمل الكلام ده كله ايه؟ سكيتي؟ مع الاسف الشديد ذكائك خانك كالعادة. النمل يا سيدي لا يتكلم اثناء عمله. النمل يعمل بصمت شديد بدون ضجة ولا اعلان. النهارده واحد زي سيادتك لما يعمل مصنع بيغرق الدنيا بالاعلانات والصحف والزيطه والزنبليطه، انما الكائن البدائي اللي هو النمل بيعمل في صمت بدون جلبه ولا ضوضاء. عرفت الفرق اللي بينك وبينه؟ الحمد لله العالمه الكبيره وصلت. كنت فين يا نيفين؟ انا اسفه جدا يا دكتور، اتاخرت على حضرتك. مساء الخير يا بابا. كده تسيبيني مع الدكتور ده كله يا نيفين؟ كنت فين؟ الحقيني يا نيفين، ابوكي تعبني، ده رغاي بشكل فظيع في امور ليس لها اي اهميه. خلاص يبقى نتكلم في الامور التي لها اهميه. بارك لي يا دكتور، الباسبور طلعته. ايوه هات كده. يا ساتر يا رب، صورتك لا تشجع على الاطلاق. نسخة طبق الاصل من الاميبا المتعفنة في الطحالب. شوفي كده بالظبط. متعفنة؟ شكل امي، اصل امي كان اسمها امينة. يعني اجهز نفسي للسفر. ايوه. ايه ده معقولة؟ وهيسيب شغلانة الترزي؟ فرغالي يا نيفين انسان له طموحات علمية ما كانتش باينة عليه. انا حسيت بيها
في لحظة انهيار المعمل اللي في البيت عندي كان بيعيط بحرقة. ما كانش بيعيط علشاني أنا، لا، ده كان بيعيط على الحشرات التي قتلت بدون ذنب. ومن ساعتها احترمته وقررت انه يبقى المساعد بتاعي. ده شرف كبير ليك يا دكتور، قصدي ليا يعني. اسمع يا فرغاني، انا عايزك نيفين. افندم يا دكتور. تسمحي تاخدي ابوكي؟ انا عايز فرغالي في كلمتين سر. ده ما بقتش عيشه، ده احنا بقينا ضيوف عنده. دكتور تشرب شاي؟ يا ريت. اوكي. سعدية اعملي شاي. بقول لها على جاتوه وسندوتشات. اقعد يا فرغالي. شوف يا فرغالي، من هذه اللحظة انت مش المساعد بتاعي، انت صاحب وصديق برغم الفوارق العلمية اللي بيني وبينك. لا ما فيش فارق كتير، بس انا رقبت ليك يا دكتور. انا بعد ما سبت البيت واتشحططت وعشت لحظات الضياع الانساني اللي انت عارفه ده، قعدت مع نفسي وفكرت، قلت لنفسي اكيد في غلطة انا وقعت فيها، اكيد العيب فيا انا. صح، بس عداك العيب يا دكتور. اسكت، قلت لك العيب فيا، انا عارف بقول ايه. علشان كده عايزك بدون ما حد يشعر توصل لإيناس مراتي وتكلمها وتحاول تعقلها، طبعا بدون ما تقلل من شكلي قدامها او تمس كبريائي. يعني تقول لها اني واخد موقف حاد وصعب، وانها لازم تقدم تنازلات كثيرة علشان اوافق ارجع لها. بقى دكتور اسمعني يا سيدي، انا مستعد اروح لها وابوس راسها واحاول اعيد شمل الاسره من جديد. دكتور احنا لسه جايين من عندها دلوقتي وعرضنا عليها ان احنا تستلع معاك وهي رفضت الصلح. انتوا مين؟ انا والست نبيل. وايه اللي خلاكوا تروحوا لها؟ انا قلت لكم تروحوا لها؟ الله، ما انت كنت لسه بتقول. بقول لكن دي مجرد افكار ما وصلتش لحيز التنفيذ. وكان ايه رد فعلها؟ مين بعدها؟ مش فاهم اللي انت بتقوله ده. قالت ايه؟ اظن هتموت وترجع. انا لا اقبل اني ارجع لها مهما حصل. مهما حصل؟ الست ايناس طردتنا، حاولنا معاها وهي خلاص شيعتك، يعني انطرتك وشافت مصلحتها. تشوف مصلحتها؟ انا يهمني تشوف مصلحتها، انا كمان هشوف مصلحتي. انا حياتي العلمية مليانة، مش ناقصني حاجة. ولعلمك انا في حياتي انسانة. ست ايناس؟ ايناس؟ مين ايناس دي؟ انا في حياتي انسانة شديدة الاعجاب بيا كعالم وكراجل يملى حياتها، انسانة مستعدة تنتحر علشاني. بصراحة انت تستاهل كل خير وانتحار. فرغاني، انا عايزك تتصل بيها. بيها ايه؟ بيها مين بيها؟ شاهنة. طب ما تتصل حضرتك بيها بالتليفون. للأسف تليفونها مش معايا، لكن معلوماتي انها بتشتغل في شركة انا عارف عنوانها. تروح لها وتقول لها الدكتور فخري عاوزك بكرة الساعة 11 على المركب. ده انت مش طلعت دكتور عبقري، ده انت طلعت ميه من تحت التب. امال ايه يا ابني؟ هو اللي خلق ايناس ما خلقش غيرها؟ وايه المشكله؟ بنت صغيره متعقده ملهاش اب يعلمها ولا يربيها، فاقده المثل الاعلى. انت كان لازم تكتشف ده بنفسك، انت ناضج ومش صغير. صدقيني يا دكتوره، مهدي تخدع بلد بحالها، ممثله خطيره. انت لو شفتي براءتها وخجلها
مش ممكن ابدا تصدقي ان خجل ايه وبراءة ايه بس يابا؟ هي دي بقى المشكلة؟ انت حبيتها ولسه يعني انا طبعا. تبقى لسه بتحبها؟ ساعديني يا دكتورة، انا عايز انساها. وانا عندي الحل. الحقيني بيه. حب واحدة تانية. ازاي؟ هو احنا بزراير؟ هو الحب ايه يا دكتور؟ مش وهم. اوهم نفسك انك بتحب واحدة تانية. وهي فين دي؟ دكتور عماد، انت مش محتاج دكتور نفساني، انت محتاج دكتور عيون. دكتور عيون؟ عيون ليه؟ عشان تعرف تشوف. سوري يا ميسة، الظاهر اني جرحتك من غير ما اقصد. مين قالك اني جرحتك؟ انت بالنسبة لي صديق عزيز جدا وزميل دراسة. احنا نعرف بعض بقالنا 15 سنة. منكرش اني اتمنيت ارتبط بيك ولسه بتمنى ده، لكن انا عارفة ايه اللي واقف عقبة في طريقنا. يمكن عشان احنا مع بعض في المدرسة وفي الجامعة، حتى عياداتنا جنب بعض. كانت النتيجة انك حسيت اني زي بنت خالتك، بنت عمتك، زي اختك يعني. والراجل دايما ما بيحسش غير بالست اللي بعيدة عنه، اما اللي قريبة منه فما بتشغلش خياله. مظبوط؟ انا مش قدك، انتي دكتورة نفسية عظيمة. على فكرة انا كنت حاسة بتجربتك الاخيرة، كنت عايشاها معاك من غير حتى ما تقولي عليها. كنت شايفاك بتغرق لكن مش قادرة اعمل حاجة. خفت احسن تحس اني غيرانة مثلا. دكتورة ميسة، انتي شلتي غشاوة كبيرة قوي من على عينيا. انا حاسس فعلا اني احسن بكتير بعد ما اتكلمت معاكي. خلاص ما دام كده يبقى لازم تدفع الفيزيتا. احنا مش فاتحينها سبيل يا استاذ. والفيزيتا كام بقى؟ دبلتين. السلام عليكم. ايوه. لو سمحت حضرتك رد السلام. وعليكم السلام. ايوه. حضرتك الاستاذه شاهندة شاهندة. انا شاهندة. وانا جاي لك من طرف الجو. جو مين؟ حبيب القلب اللي يتحط على الجرح يطير. احترم نفسك يا راجل انت. اللي كنت هتنتحري علشان، اللي كنت هتموتي نفسك عشان. انا بقى مرسال الغرام. انت مجنون؟ انت عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الدكتور هو اللي عايزك. دكتور مين؟ دكتور مين؟ انت عارفه كل دكاتره البلد، هو عموما احسن دكتور في كل اللي في البلد. انت هتتكلم ولا اطلب لك البوليس؟ لا بوليس ايه؟ اللواء فخري، الدكتور فخري. فخري؟ هو فين؟ لا اعملي معروف، اعملي معروف. اوعي تنط بالشباك هتوديني في داهيه. اصبري وانا هجيبه لحد عندي. انا جاي عشان اخد ميعاد. ميعاد؟ ميعاد ايه؟ الدكتور عاوز يشوفك. يشوفني؟ فين؟ في نفس المكان اللي بتتقابلوا بيه بكره الساعه 11 فوق ظهر الركب، المركب. انا الموضوع ده باين انه كده مش هعرف اخلص منه خالص. وفي ايه استنى؟ اسمع يا محسوبك الاستاذ فرغلي. اسمع يا استاذ فرغلي، لو سألك الدكتور عليا قول له سافرت، هجرت، اي حاجه. سافرت ايه وهجرت ايه؟ ما انت قدامي اهو. انا لو هروح اقول له بص انا هقول لك على حاجه، اللعبه خلصت خلاص. لعبه؟ لعبه ايه؟ انا كنت بهزر وفي واحد صاحبه كان عاوز يلعبه ويلطفه وقال لي اقوم بالدور ده وخلاص خلصت. دور؟ يعني زي بتوع السيما؟ يعني انت مش بتحبيه؟ لا طبعا. يا نهار ازرق.
طب هو مستني دلوقتي. يعني طب اروح اقول له ايه؟ قول له نفس الكلام اللي قلته لك. نفس الكلام. طب ما نقول الكلام من الاول عقبال ما تعملي لي كوبايه شاي ونتكلم. لا ده انت غير طبيعي بالمره. بره بره. فرغلي، تعالى شكلك جايب اخبار حلوه. تعال اظن دي عملت عمايل لما شافتك جاي من طرفي. تعال اقعد يا فرغلي احكي لي. قول. بقول نشرب جاتو وحاجه رحت طالع وما لقيتهاش. يعني ايه ما لقيتهاش؟ قصدي ما لقيتهاش زي ما انت عايزني الاقيها. وضح كلامك. الست شاهين ده ست زي كل الستات، هزقتني وارتصتني وطردتني وشيعتني وقالت انها تمثيليه وما تعرفكش وشافت مصلحتها. هو انا كل ما ابعتك لواحده تيجي تقول لي شافت مصلحتها؟ الله يخرب بيت المصالح اللي انت معيشني فيها دي. وانا ما فيش حد شايف مصلحتي ليه؟ انا اشوفها بس شاور لي عليها واديني العنوان. وفيها ايه بس يا ماما يا حبيبتي؟ لو شيشي تيجي تتجوز وتقعد معانا هنا في البيت. بقول لك ايه يا ماما؟ ايه راي حضرتك تسيبي لهم اوضتك وتيجي تقعدي معانا؟ تونسينا وانا بحبك. لو كنت لوحدي يا حبيبتي كنت اشيلها على دماغي، لكن انت واختك منى لسه بنات، ازاي تقعدوا مع راجل غريب؟ والراجل الغريب ده يا حبيبتي مش هيبقى جوز اختنا برضو؟ لا يا حبيبتي، ده البيت يا دوب مكفينا. طب بقول لك ايه يا ماما؟ ايه رايك لو منى اتجوزت وانا كمان، توافقي؟ واشيلها على راسي. اصل انا بصراحه يا ماما في واحد زميلي في الجامعه فاتحني في موضوع الجواز، لكن انا قلت له بعد البكالوريوس نتكلم. اصله بيحبني قوي قوي يا ماما، يعني انا بقى ما تشيليش هم. صحيح يا حبيبتي، وده بقى مضمون ولا؟ جدا جدا يا ماما، ده راجل عصامي عايز يبني نفسه بنفسه. يعني عندك مثلا بابا راجل غني جدا جدا ومع ذلك عايز يعتمد على نفسه. الله، طب وليه ما يجيش يتقدم؟ هيجي ان شاء الله يا ماما، هيجي. اهلا يا دكتور. اهلا مع سعادتك مرسي ابو العز. والله انت كمان وحشني قوي يا دكتور. الحقيقه انا ما بروحش النادي دلوقتي، ما فيش فضا. انا كنت طالب سعادتك في خدمه لو سمحت. اي يا فندم، خدمه خاصه بوائل ابني. قال ايه يا سيدي، عايزني اجيب له هديه، وانا راجل اعمال بيزنس مان، احب اسلم واستلم. ينجح اسلمه الهديه. ايوه يا دكتور، فكنت قاصد سعادتك تشوفها لنا في الكنترول. ايوه ميرسي قوي يا دكتور. اوكي 5 دقايق وتكلمني. ماشي يا دكتور، باي باي. مالك يا لولو، مالك يا حبيبي؟ انا واثق السنه دي ان انت هتنجح. ويا سيدي لو سقطت في ماده ولا 2 ابقى امتحنهم في دور نوفمبر. مش عارف يا بابا، اصل انا مش واثق ان انا هنجح السنه دي. ما تبقاش يائس كده يا ابني، ما تعقدش نفسك. الشهاده اللي انت هتاخدها دي احنا مش محتاجينها. انا بخليك تاخد الشهاده دي عشان تتفرغ لشركاتك ولاعمالك. الحياه يا ابني مش شهادات، الحياه فرصه، ولا بد ان يستغل الانسان الفرصه دي الى اقصى حد ممكن. عندك انا مثلا درست في كليه الاداب قسم فلسفه، حاجه ملهاش اي علاقه بالبيزنس. يعني انا لو كنت قعدت جنب اللي انا درستهم سقراط وافلاطون وارسطو كان زماني شحت زيهم. انا بقى لما دخلت في البيزنس عملت فلسفه خاصه بيا، وهي بالانجليزي يا وائل وات سيلز از جود، يعني اللي تغلبه العبه. الو، ايوه يا دكتور. ها
سقط في 6 علوم من 8. اكيد الولد ده ساب الورق فاضي. معلش يا دكتور، يعوضها السنه الجايه باذن الله. شكرا شكرا يا دكتور. عايزين ندي الولد ده دروس نقويه في المواد دي. طبعا هشوفك يا دكتور، عينيا الاثنين. اوكي يا حبيبي، اوكي. ميرسي قوي يا دكتور، باي باي. لولو يا ابني انت سقطت. لا ما تزعلش نفسك يا حبيبي. على فكرة اجازتك هتقضيها زي ما انت عايز بالظبط. تعال تعال يا حبيبي، وكمان هديتك هتاخدها كأنك نجحت. يا حبيبي احلى بابا في الدنيا. يا حبيبي يا ابني. ماجد ماجد يا حبيبي نجحت، جبت جيد يا ماجد. ألف مبروك ألف مبروك. ماجد يا حبيبي انت متعاد. انت ما عندكيش احساس ولا ايه؟ مفيش في دمك ابدا كرة دم بيضاء ولا حمراء. ايوه ايوه دي دموع الفرح، مفيش حاجة. ماجد كان نفسي يا حبيبي ننجح ونبقى في سنة واحدة مع بعض، لكن هارد لك. هتذليني بقى كل شوية؟ كان نفسي ننجح وبتاع. خلاص الحمد لله اللي ربنا كرمك ونجحتي. ماجد عصام عمل ايه؟ لسه مش عارف، بس هو لخبط في مادة الدكتور فخري، انما لو لخبط في مادة تانية تبقى مصيبة. بعد اذنك اروح اطمن عليه. اتفضل. ايه ده بتضحكوا مبسوط؟ ناجحين طبعا. ماسورة نجاح ضربة. عصام 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 وراك. عصام عملت ايه؟ عملت ايه؟ انت عبيط اخواتك يالا. هكون عملت ايه وانا مش صاحبك؟ قلبك ايه هو وده وقته؟ يعني سقطت الحمد لله. الف مبروك. انا كنت بحسب انك هتنجح وتسيبني، بس الدكاتره اللي في الكليه دول ظلمه. ايوه ظلمه. معقوله 2 صحاب زي الورد يسقطوا فيهم واحد؟ طب كانوا ينجحوا واحد ويسقطوا واحد. انا الحمد لله سقطت، ونيفين كمان طارت. سافرت يعني ولا ايه؟ خاينه نجحت. هي طارت يعني خاينه؟ عصام استنى. انا عاوزك. سلوى صاحبي مريض علميا، وانا انت عارفه خبير علميا، بيمر بضيقه نفسيه، فمن فضلك سيبينا شويه بهدوء. اتفضلي. يعني انت اللي مش متضايق ولا عندك ضيقة نفسية؟ ده ولا كأنك ساقط. يا ستي انا متوائم مع نفسي، انما هو مذبذب نفسيا، مش عارف قدر نفسه. من فضلك عشان في زغاريت وكده وده بيضايقنا نفسيا. اتفضلي. زغاريت بعيد. عصام يلا بينا حبيبي، يلا بينا. مش عاوزك تكتئب يا عصام يا اخويا، هي الدنيا كده عمرها ما بتدي الانسان كل حاجه. نعم كل حاجه فين دي؟ تقدر تقول انا عندي ايه؟ عندك ماجد صاحبك. يا فرحة امي بيك. بلاش ماجد صاحبك، عندك شركتك. انت عارف الشركه بتاعتنا بتاعت الجواز دي واخدين كام طلب لحد دلوقتي؟ 200 طلب. يا سلام، ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ امال ايه؟ بكره افكرك بالايام الفاشله اللي احنا عايشينها دي، لما نبقى انا وانت من اكبر رجال الاعمال اللي موجودين في البلد، واحنا قاعدين في اللوبي وحاطين رجل على رجل ومستنيين اوناسس. يبقى هنستنى طول العمر. اوناسس مات يا كوتومونوس. مش اشكال اوناسس، اي راجل اعمال تاني، بلاش راجل اعمال، شاب اعمال، صبي اعمال، اي حد. بكره افكرك واقول لك، فاكر البت اللي كانت بتموت في دباديبك دي اللي اسمها ايه؟ على ما اتذكر يا ماجد بيه اسمها نيفين. ايوه، ولا الراجل المدوحس ابوها اللي شبه الخصايه ده، هو قاعد يتأنزح علينا لما زارنا في المنطقه الشعبيه اللي احنا كنا ساكنين فيها وزل انفاسنا. لا قول لي يا ماجد بيه، الراجل التافه ده اخباره ايه؟ والله ما اخبيش عليك يا عصام باشا، الراجل ده ظروفه وحشه قوي اليومين دول، بيمر بازمه ماليه ومش لاقي ياكل وساكن في منطقه شعبيه. بيتهيألي نبعت له كام ألف جنيه يمشي نفسه بيه. يا سلام، طول عمرك قلبك حنين يا باشا. السلام عليكم يا زباين. ما شاء الله. استاذ عصام.
بالدور. حضرة الضابط باين عايز يتجوز يعني ولا حاجة. انت عصام لطفي؟ طبعا شهرتي سبقاني، حضرتك من الشرطه وعايز تتجوز. الشرطه في خدمه الشعب، احنا كمان في خدمه الشرطه، احنا ممكن نجوز كل رجاله الشرطه. انت ماجد عطيه؟ ايوه يا فندم انا ماجد. يا عسكري خدهم على البوكس يا باشا. هو جواز ولا طلاق يا جماعه؟ يلا يلا. يا ولية اركزي شوية لما نشوف فيه ايه بالظبط. اركز ازاي؟ ده الواد الحيلة اللي مفيش غيره. يا خرابي عصام. لا حول الله ده دول بيهربوا مخدرات. مخدرات ايه يا عم؟ ده جايبين بضائع من بورسعيد ومهربينها ومدخلينها في المحل. يا عم انا سمعت الظابط بيقول لهم ان هم بيزيفوا فلوس. فين؟ العيال ودوهم فين؟ الضابط بيقول واخدهم امن دولة. امن دولة ليه؟ عملوا ايه؟ انت مش عارف عملوا ايه؟ هو مفيش غيره ابنك اللي سلب امل ابنك. انا هفضيك. خلاص يا ام عصام. يا ام عصام سيبيه بقى. عايزين نشوف العيال راحوا فين؟ اما خليك انت هنا. عايزين نلحق العيال يا اخوانا. يلا بينا نشوفهم. خليك انت هنا. اسطبلبل. يلا يلا بينا. استر يا اللي بتستر. يا رب يا رب عدي على خير يا رب. هتعدي ان شاء الله وهتبقى اخر فل. الاساتذه صاغ سليم وزي البرلنت. يسمع من بقك ربنا يا ادم يا ابني. احنا اللي غلطانين يا ابو عصام. دلعناهم على الاخر. سيبنا لهم السايب في السايب. الواد ابني امبارح داخل عليها الشقه جايب هدوم للعيال اخواته وجايب لهم لعب اطفال وبيضرب ايده في جيبه وبيطلع لي رزمه فلوس قد كده يا ابو عصام. وبعدين بقول له انا جبت الفلوس دي منين؟ قال لي بشتغل يا بابا. بقول لما ينافق تشتغل ايه؟ فلوس ايه اللي تجيبها من شغل زي ده؟ ده انا بقالي 20 سنه بشتغل في الحكومه بنحت في الصخر ما مسكتش في ايدي 100 جنيه على بعضيهم يا ابو عصام. العيال مظلومين يا ابو ماجد، انا قلبي حاسس بكده. الواد عصام ابني نفسه مكسوره من ساعه ما جه ابو زميلته وهزاه قدام الناس كلها. العيال بيعملوا فينا كده ليه؟ مالهم العيال؟ راكبهم بيتعب في الاثنين. احنا ما كناش كده يا ابو عصام، ما كناش كده. ايامنا كانت سهله يا ابو ماجد، كان الجواز ببلاش والشقه ببلاش وكل حاجه كانت مقضيه. على ايامنا ما كانش حد بيبات من غير عشاء. لا ممكن ننام من غير عشاء لو الدكتور طالب مننا نعمل تحليل الصبح. بعدين لما مؤاخذه بقى العلام هو اللي وصلهم لكده. لو كل واحد فيهم اتعلم صنعه كان رضي بقليله وعاش. علام ايه اللي فسادهم يا اخويا؟ عمر العلام ما بيفسد حال. الله، باين كلام الواد ادم مظبوط يا ابو ماجد. بص يا اسطى ان شاء الله باذن الله كده نكلم عمر. اول ما نوصل عند المديريه اوعى تمشي، تستنانا لغايه ما ننزل. ما اقدرش اقف انا عشان ما معيش رخص. معكش رخص؟ انت لو معاك 10 رخص ما تقدرش تقف قصاد المديريه. طب خلاص يبقى لف لفتين كده اعمل لك برستين 3 وبعدين يبقى تعالى لنا. يعني مصرين ما تقولوش بتشتغلوا لحساب مين؟ حساب مين بس يا باشا؟ احنا بنشتغل لحسابنا، احنا مش صيع، احنا طلبه جامعيين، احنا من كليه العلوم مش كده؟ ايوه يا فندم وساقطين السنه دي والله. ما شاء الله. طب قولوا لي بقى بتجمعوا المعلومات دي لحساب مين؟ انا هشرح لسعادتك. الفكره دي فكره مبتكره من بنات افكار ماجد ابو البنات في الافكار. انا بقى خدت البت الصغيره في الافكار دي طورت الفكره خليناها جواز بالكمبيوتر. مش المثل بيقول يا باشا يا بخت من وفق راسين في الحلال؟ احنا بنوفق الراسين بس بالكمبيوتر. ايوه يا فندم. بعدين حضرتك يعني بعد اذن حضرتك الشباب دلوقتي تعبان قوي، وبعدين يعني الجواز بقى عمله نادره، فاحنا بنساعد الدوله في حل مشاكل الشباب. اوباز وهتلعب البليه في ايديك وفي ايديك.